تعالى ارجعك 27 سنه ورا. فيلم جومانجي بقى موجود على الحقيقه. يلا بص بقى يا سيدي، تعالى كده ارجعك 95 سنه ورا. مش عارف هو الفيلم بقى له كام سنه بصراحه، بس الفيلم ده يا جماعه بقى موجود على الحقيقه، والفيلم ده عملوا منه كل حاجه في المكان ده. فالنهارده جاي اشرح لكم جومانجي. جومانجي بيقدم كل حاجه انتوا تتخيلوها وما تتخيلوهاش. مبدئيا كده هم اللي بيعملوا العيش كمان، ودي حاجه نادره جدا ان تلاقي مكان هو اللي بيصنع العيش بنفسه. والفطار عندهم مش هقول لك جامد بقى والجو ده، لا لا لا، انت لازم تجرب بنفسك. والفطار عندهم بيبدا من 60 جنيه بس. والفطار ده يا جماعه اخد كده تتبيله تركي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك صعب اوصف لك، الاكل كان جامد قوي في حته ثانيه بجد. فانت النهارده هتروح مكان الاكل كله بتاعه تركي، من بيت اومليت بقى الفلافل لفول، بص اخر دلع. واكتر حاجه عجبتني بقى البيض المدحرج وشكشوكه. والاجمد من كل ده بقى سندوتش بقى يا جماعه اسمه بيكون جوزولين. مكان بقى في اسكندريه يوديك بقى تركيا في ثانيه. يعني عندك مثلا اوضه من الاوض اللي عندهم ان انت ممكن تعلي وتوطي المزيكا بتاعتهم، ودي حاجه نادره قوي ممكن تلاقيها. ومش هكلمك على البلاي ستيشن، عندهم احدث بلاي ستيشن ممكن تشوفه في حياتك. وطبعا كلنا عارفين ان فيلم جومانجي بقى موجود على الحقيقه. فالنهارده عملوا فكره جامده قوي في المكان ده، خلى الواقع بقى خيال. هتقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني من بره على الاوضه هتلاقي كلمه سبنسر اللي هو الطالب، تدخل الاوضه تلاقي زاروك، واي حد هيقول خالد فين هياخد البتاعه الحلوه دي على اسمه واسمها بيدا، ودي حاجه تركيه. ودي مش صوره يا جماعه، دي انت ممكن تاكلها. تعالى بوديك تركيا وانت قاعد في شارع شامبليون. احب اقول لك بقى ان هم دول اللي خلوا الواقع بقى خيال. احب اقول لك اهلا في تركيا. حرفيا الشيف اللي شغال هو تركي، والاكل بتاعهم كله تركي في تركيا. فمرحبا بكم في تركيا. مبدئيا كده احنا هنشوف حاجه غريبه قوي. اللي احنا شايفينه ده يا جماعه اتصنع في تركيا، واللي صنعه كان شيف فروك. والشيف فروك حب يخترع حاجه جامده قوي، ان يعمل فرخه جوه طاجن الملح، وده بيخليها تتسوى بطريقه كده يعني صعب اشرحها لك، لازم كده تدوق الطعم بتاعها كده وبيدوب في بقك. وبصراحه احنا كنا مبسوطين قوي ان شايفين حاجه جديده، شو نور بقى واكشن وبتاع، تحس انت في تركيا بجد يا جماعه مش هزار. بعد كده بقى بيطلعها من طاجن الملح وهوب بيفضل يقطع 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 فيها، وهي اصلا مش مستحمله السكينه، هي دايبه لوحديها. حوار الفرخه في الملح ده يا جماعه طلع حكايه، وطلعت الفرخه بتدوب لوحدها. اللي جنني بقى يا جماعه مش الفرخه خالص ولا لحم الفرخه، ان هو بعد ما خلصها خالص كنت هموت على رقوشه بس هو خدها. والاول مره في حياتي ادوق رز بالجمال ده. الرز ده يا جماعه اسمه تاج محل. والاول مره في حياتي اشوف ابيتايزر نازل قرع عسل بالبرتقال. انتوا متخيلين يا جماعه ان هي قرع عسل بالبرتقال؟ ودي بقى يا جماعه اسمها كوزو انجيك. يعني ايه كوزو انجيك؟ بص يا سيدي، جابوا احلى حته في الخروف اللي اسمها الموزه، طبعا كلنا عارفينها. والموزه ده يا جماعه من كتر ما هي مستويه بتدوب، وعشان هي مستويه جامد قوي العظمه بتطلع لوحديها يا جماعه، مش محتاجه يعني ان هو يبص اخر دلع. وهوب قلب الفخار من هنا واتفاجئنا بقى بايه؟ اخر الدلع ده بقى. بص يا جماعه بقى، بصوا شايفين الجمدان؟ وهم دول يا جماعه اللي خلوا الواقع بقى خيال، خلوا ورق العنب بطعم صوص اللحمه. وبقى بيني لو لقيت مكان في مصر كلها بيقدم الماتيريال دي. ودي بقى يا جماعه اسمها ايزوجولين، شوربه جامده قوي بلحم راس الغنم، ودي في تركيا بتبقى شوربه العرسان. واللي جنبها دي اسمها مرج منك، ودي اللي احنا عايزينها في الساعه دي. ودي عباره عن شوربه عدس بس بالطريقه التركيه. والطبق الحلو ده اسمه عصفور الكناري، وده ابتكار عامله مطعم جومانجي. ومش هكلمك بقى عن المحاشي بتاعتهم، انتوا عارفين يا جماعه المحاشي بتاعت اسطنبول عامله ازاي. وهناك بيسموا ورق العنب يالانجي، واليالانجي ده وانت بتاكله كده تحس ان هو بيزغزغك علشان محطوط عليه دبس الرمان. انا عايز اتجوز دلوقتي. وانا النهارده جايب لك مكان قيمه مقابل سعر، هتاكل اكل مختلف وبسعر كويس. والمشاوي عندهم مختلفه عن اي مكان لانها معموله من اللحم البلدي وبطريقه مختلفه. يعني هتلاقي عندهم مشويات بالبتنجان، وعندهم مشويات بالمكسرات، ومشويات طعمها مختلف تماما. واكتشفنا كمان ان العيش بتاعهم هم اللي بيعملوه، ومش بس كده، كل المعجنات التركيه هم اللي بيعملوها، هم مميزين قوي فيها. هتاكل حاجه اسمها بيدا، هتاكل حاجه اسمها منقوشه، هتاكل حاجه اسمها تاتو، اوعى تنسى بقى المحمره. مقسمين المكان بقى تقسيمه جامده قوي. عايز تقعد مع الزحمه بقى هتلاقي الزحمه، عايز تقعد تذاكر بقى وعندك ميتنج قشطه برضه. ومش انا قلت لكم يا جماعه ان المكان ده خلى الواقع خيال؟ بصوا بقى الخيال بقى واقع في الحلويات. بص بقى يا سيدي، عندنا مثلا دي فريسكا بالايس كريم، حاجه كده عامله شبه الصدفه، وهو بتلاقي الايس كريم متغرق بمكسرات ملهاش اخر. ودي بقى اسمها بيدا سكالانس. يعني ايه بيدا سكالانس؟ عارفين السندوتش السكالانس الجامد ده؟ بس جومانجي بقى عملوه بيدا. ودي بقى يا جماعه اسمها كيكه جومانجي، حاجه كده متغرقه بالمارشميلو، مش هقول لك هي عامله وبين 135 حاجه ممكن تشربها. انا جايب لك النهارده 26 صنف جامدين جدا هم اللي مخترعينه، واحنا جربنا 4 حلوين قوي بصراحه. ودي بقى اسمها قنبله جومانجي، بيشن فروت، كيت كات، ماندولين، بوريو، وايت شوكليت، وطبعا اخر حاجه النوتيلا. ومش هكلمك بقى على البتاعه الجامده دي كلنا عارفينها، بس عندهم 60 تيست مش هتلاقيهم في مكان تاني. المكان ده يا جماعه هياخدك في عالم تاني بجد. ونسيت اقول لك على العروض بتاعتهم، عندهم عرض اسمه 300، عروض كتير قوي ب 300، والاكل بتاعهم ما بيخلصش. نيجي بقى للمكان، الحيوانات اللي متحنطه في كل حته، وعندهم كذا لوكيشن تصوير، وعندهم بقى تراس اوبن اير يا جماعه جامد جدا، حرفيا هتخش هتنسى نفسك. وبالنسبه لمكانهم بقى ما يتوهش. بص يا سيدي، كلنا طبعا عارفين بون البرازيلي بتاع شامبليون، هتدي ظهرك بقى وتخش عند كليه طب، كليه طب جنبك اهي، هتفضل برده مدي ظهرك وماشي طوالي 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 لحد ما توصل عند جومانجي. جومانجي يعني ما بينه وبين كليه طب ما فيش يا جماعه. واحب اقول لك اهلا بكم في جومانجي. الاستاف والمعامله هناك حاجه تانية خالص، والاسعار بتاعتهم ببلاش والله. ولو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي فاحب اقول لك ما تنساش اللايك بتاعك الحلو.